ربنا. باب ربنا مفتوح والمسجد ما بيتقفلش، المسجد مفتوح فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. صلي لله وقرب من الله واعلم انك يوما ما ستموت. الموضوع ملوش دعوه بالسن دلوقتي. او رحمه الله عليه مات شابا، الله يغفر له ويسامحه ويتجاوز عنه ويجعل قبره روضه من رياض الجنه. يعني سبحان الله، هذه المحبه انا قلما اراها في القبور وفي الجنازات. هذه المحبه العجيبه جدا، يعني كل هؤلاء يحبونه سبحان الله ورحمه الله عليه. انا عايزك من دلوقتي استعد لليوم ده. عشت بقى سنه 2 10 20 30 50 هتموت برضه. يعني اعمل ايه؟ صلي لله، قرب من ربنا، يكفي الذنوب والمعاصي. طب لو اذنبت اعمل ايه؟ اتوب لربنا. طب واذنبت تاني ارجع لربنا تاني. ربنا غفور رحيم، رحمته واسعه وسعت كل شيء. المهم ان انت ترجع لربنا تاني. طب مش قادر احافظ على الصلاه يا عم الشيخ، صلي تاني. طب ما صليتش طول النهار، تعال صلي العشاء. ما صليتش طول، صلي العشاء واستغفر ربنا وحافظ على الصلاه وقرب من ربنا. هذه النهايه، والله النهايه. الدنيا دي كلها سراب، ايام بتمر، سنوات بتجري وبعدين هنموت. وهنا النهايه اما روضه من رياض الجنه او حفره ايه؟ من حفر النار. ربنا يجعل قبر روضه من رياض الجنه. يا شباب، اذا استعددت لهذا اليوم فزت برب الكعبه. ولا تظن انك بتصلي وبتصوم انك مش هتفرح في الدنيا، لا والله. اسعد الناس في الدنيا اللي بيصلوا، القريبين من ربنا، راضي عنهم وبيحبهم والناس بتحبهم والابواب وشهم مفتوحه. خليكم قريبين من ربنا يا شباب. استعدوا لهذا اليوم، صلي وقرب من ربنا. ربنا يحفظكم يا شباب ويبارك فيكم. انتم كاولادي، انا انصحكم كاب والله، خليك في المسجد، اوعى تبعد عن ربنا ابدا، عشان هو اللي هينفعك هنا. في الاثر انه يقول: ذهبوا وتركوك وفي التراب وضعوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت سبحانه وبحمده، هو الباقي سبحانه. فيا شباب قربوا من ربنا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. اغتنم هذا الشباب في طاعه الله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اغتنم 5 قبل 5، ومنهم ايه؟ شبابك قبل هرمك. انت هتيجي يوم مش هتعرف تقف تصلي، هتصلي وانت قاعد زي الناس الكبار دي. فاغتنموا الشباب وقربوا من ربنا، وصلوا وصوموا وتصدقوا وافعلوا الخير. بارك الله فيكم. اغتنموا هذه الحياه قبل ان نموت، اغتنموا الشباب قبل الموت. بارك الله فيكم يا شباب، ربنا يحفظكم ويرضى عنكم. كونوا قريبين من الله عز وجل. ربنا يحفظكم يا شباب.